فيه نشاط استخباراتي في المنطقة. هذه الحرائق اللي صارت اليوم هذه استغلوا الجو الغائم في المنطقة الغربية واعطاوا التعليمات للجواسيس والعملاء تاعهم، قال لهم اشعلوا النار. قصصية أحباب مثيرة وبكم يحلو اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم، أسعد الله مساءكم. هذا بث مباشر يعني غير مبرمج. حبيت نوجه نداء للشعب الجزائري عامة ولسكان المناطق الغربية بالخصوص. الوضع خطير، ما تتعرض له ولايات الغرب أمر خطير وخطير جدا. المطلوب الآن وبشكل عاجل من الشعب الجزائري أن يتكاتف مع بعضهم بعض. الشعب الجزائري لازم توقفوا مع بعضكم بعض. لازم الناس السكان تاع المناطق اللي راهي متضررة الآن في تلمسان، في وهران، في تموشنت، في هذه الولايات اللي راهي الآن يعني منكوبة راه فيها حرائق. المطلوب منكم أنكم تتجندوا، كل واحد يفتح داره الجيران للناس اللي راهم متضررين، يعاونوا بعضهم بعض، يحاولوا يعني ما تتظاهاوش، ما تقولوش بالله راهي بعيدة علينا النار، لأنه في المناطق مع الجو الغائم. شوف هذا الناس المخربين، هذا عمل تخريبي، هذا عمل تخريبي، عمل تخريبي. أنا أؤكد أنه عمل تخريبي لأنني كنت حذرت منذ أسابيع ومنذ أيام، حذرت وقلت أن هناك مخطط جهنمي غربي. كي نقول غربي للأسف الشديد جاي من عند جواسيس من المخزن المغربي. أنا نقول بكل صراحة ما تشهده مناطق الغرب الجزائري هذو راهم جواسيس ومخربين جاو من المخزن المغربي، رسلوهم باش يزرعوا الفتنة والخراب والدمار في الجزائر. لكن تتذكروا قبل يومين فقط قلت لكم باللي كاين شبكة تاع جواسيس على حدودنا الغربية، كاين شاحنات تاع جواسيس، كاين طائرات بدون طيار إسرائيلية إماراتية راهي تنشط في المنطقة الغربية. كانوا يخطوا لعمليات تخريبية. أنا ما كنتش عارف ورايحين يحرقوا الدنيا، لكن كنت عارف أنه فيه نشاط استخباراتي مغربي في المنطقة، فيه نشاط استخباراتي في المنطقة. هذه الحرائق اللي صارت اليوم هذه استغلوا الجو الغائم في المنطقة الغربية واعطاوا التعليمات للجواسيس والعملاء تاعهم، قال لهم اشعلوا النار. لماذا؟ لأنه في الفترة هذه اللي يكون الجو مغيم والغبار في المنطقة الغربية مصالح الأمن خاصة الدرك، لأنه هذه الغابات وهذا وين صارت الحرائق جاية في مناطق غير حضرية، يعني مناطق اللي تابعة للدرك الوطني مش تابعة للشرطة، يعني ما في وسط المدينة، لأنه خارج المدينة الدرك الوطني هو اللي يكون متكلف بهذه الغابات وهذه الأماكن مع مديرية الغابات. هما يقول لك هذا المخربين عندهم مخطط جهنمي، يقول لك مادام الغبار ومادام الجو غائم ومادام الحالة ما هيش باينة، هذه الفرصة لشن هذه الحرائق، لأنه يصعبوا من مهمة رجال الحماية المدنية ورجال الدرك الوطني باش يروحوا للأماكن المتضررة. إذن الآن المطلوب من الشعب الجزائري الوقوف وقفة رجل واحد ضد هذه العمليات التخريبية. هذه عمل تخريبي من قبل المخابرات المغربية. أنا مستعد نقول هذا الكلام بدون تحفظ. نعم، عمل تخريبي من قبل عملاء وجواسيس ومخربي المخابرات المغربية، لأن الأمر هذا راه مرتبط بتحرك عسكري لجيش الصحراء الغربية الذي يريد شن هجمات على المغرب بالتزامن مع احتفال المخزن المغربي بالمسيرة الخضراء.
لأنه هذه الأيام راهي المسيرة الخضراء، يعني المناسبة في المغرب أنهم يحتفلوا بالمسيرة الخضراء احتلالا من الصحراء الغربية. الجيش الصحراوي يستعد لشن هجمات على الجيش المغربي. إذا هم حبوا يستغلوا يزرعوا الفتنة في الجزائر والخراب والحرائق والقتل والفوضى، ويقول لك الشعب الجزائري ليلاتي بمشاكل تاع الرئيس تاعهم راهو غايب مريض، مشاكلهم مع الدستور، نزيدوا لهم الحرائق ونزيدوا لهم الخراب هذايا، نشعلوا لهم الدنيا، يحوسوا على خراب البلاد. في نفس الوقت الكلاب المشردة والعملاء الجزائري اللي موجودين في الخارج، هذو الخونة اللي موجودين في الخارج قاعدين يزيدوا يشعلوا النار، يحوسوا يشعلوا النار. هاي شعلة النار شعلوها العملاء والخونة تاع المخزن المغربي، والأمر خطير وخطير جدا. يعني راهي وصلت النار إلى منطقة تيبازا، جبال تيبازا، منطقة قراية والداموس وتلك المناطق راهي وصلتها النار، يعني راهي على أبواب العاصمة. المطلوب من الشعب الجزائري وضع يده في يد أفراد الجيش وأفراد الدرك والشرطة لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد البلاد، يهدد الاقتصاد الوطني، يهدد أمن واستقرار البلاد. رانا كنا نحذروا فيكم ونقول لكم أنه فيه مؤامرة، كانت عندي معلومات استخباراتية أنه فيه مؤامرة. يا ناس البلاد راهي في خطر، يا ناس البلاد راهي في خطر، خلونا من الصراعات هذيك الجانبية والمشاكل والدستور وكذا كذا. البلاد هاي تحرقت، لازم توقفوا مع بعضكم بعض لإخماد هذه النار، لأنه عمل تخريبي وعمل إرهابي وعمل استخباراتي خطير وخطير جدا. المطلوب الآن من الشعب الجزائري خاصة في المناطق الغربية، سواء في مناطق عين دفلة، الشلف، إلى غاية تلمسان، حدود تلمسان، هذه المناطق راه كلها معرضة لعملية تخريب وحرق عمدي متعمد من قبل الجواسيس والعملاء نتاع المخزن المغربي. راهو كاين عمليات مسيرة بطائرات بدون طيار. نعم، ممكن الناس يستغربوا لها، لكن نعم، هناك حرائق راهي يستعملوا فيها حتى عمليات فيها طائرات بدون طيار. يعني ناس راهم بالتليفون معاهم قال تروح للمكان الفلاني تدور منه تقدر تحرق البلاصه الفلانيه. الحرائق اللي صارت اليوم عمل تخريبي من قبل عملاء وجواسيس المخابرات المغربيه، يريدون تحطيم الجزائر بأي ثمن، يريدون تحطيم الجزائر. الآن المطلوب من الشعب الجزائري وضع يده في يد أفراد مصالح وأسلاك الأمن، ويعاونوا بعضهم بعض، وقفوا مع بعضكم بعض، ما تخلوش البلاد تتحرق، راهي الجزائر في خطر. روحوا عاونوا بعضكم بعض، وخرجوا جيبوا الناس اللي متضررين، ديارهم متضررين، يعني قشهم يعني ومواشيهم وكذا، عاونوهم، هربوهم من المناطق الخطيرة اللي فيها النار. وغدا إن شاء الله لكل حديث حديث، غدوة يفرج ربي. وأعتذر على هذا الإزعاج، وأعتذر على هذا البث المباشر اللي ما كنتش مبرمجه أبدا. إن شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير. تكاتفوا، إن الجزائر في خطر، احذروا احذروا احذروا، هناك مؤامرة خطيرة. ألقاكم بخير، ليلة سعيدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.